مركز الزمالك بس في العرض. خلونا نبدأ بالصفقة الأولى من الخمس صفقات. الصفقة الأولى كانت الحارس مهدي سليمان. مهدي سليمان حارس قادم من الاتحاد السكندري بعقد يمتد لموسمين، طبعا انتقال حر. هيفيد الزمالك. هو سنه كبير شوية 38 سنة، بس هو هيفيد الزمالك لأن الزمالك أصلا محتاج حارس. طبعا مع وجود ثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، وطبعا دوت كمان في تصعيد للحارس محمود الشناوي من موسمين. فمن وجهة نظري الزمالك قدامه حل كويس جدا. مهدي سليمان أساسي، وحد من عواد أو محمد صبحي يكون دكة، والأقرب يكون محمد عواد. والتاني اللي هو بنسبة كبيرة هيكون محمد صبحي، هو الأقرب للرحيل. طبعا هو قريب جدا من بيراميدز، فهو دوت الحل الامثل للزمالك. وطبعا مع وجود محمود الشناوي كحارس ثالث. وبنسمع عن الزمالك عن الصفقات التانية. اللاعب الانجولي شيكو بنزا. طبعا الزمالك جاب شيكو بنزا من نادي استريلا دي امادور البرتغالي، واللاعب بيجي اللاعب كوينج ليفت. هو ايضا بيعرف يلعب كمهاجم ثاني ووينج رايت، وعقد اللاعب يمتد لاربع مواسم. وبعد كده الزمالك جايب 2 لعيبه من نفس الفريق، احمد شريف وعمرو ناصر، والاثنين من فاركو، والاثنين بيلعبوا في مركز المهاجم، وعقدهم طبعا امتد ل5 مواسم. اخر صفقات الزمالك لحد دلوقتي اللاعب الفلسطيني ادم كايد. ادم كايد قادم من نادي ناك بريدا الهولندي لنادي الزمالك بعقد يمتد ل3 مواسم. ادم كايد بيلعب طبعا وينج ليفت. عايزينك انت بقى نجم في الكومنتات تقول لنا الزمالك ناقص له لعيبه تانية في مراكز تانية ولا لا، وهل تعتقد ان الصفقات دي تقدر ترجع الزمالك تاني ولا لا؟ وبس كده، سلام.